السلام عليكم. القصة ديت قصة صعبة جدا على كل إنسان مصري شاف اللي حصل إن كان فيه واحد بيطرد واحد من السكن، صاحب ملك طرد راجل كبير في السن من بيته وقال له اطلع بره، وطرده هو وأسرته من البيت. الراجل الكبير دوت قال له ايه، أنا عايز أجيب الدواء بتاعي. قال له لأ، مش هتطلع تجيب الدواء بتاعك، وراح جاي ضربه قصاد الناس كلها على وجهه. صفحة هزت قلوب المصريين كلها، كأنها جت على وش كل واحد مصري. حسينا كلنا بألم وغصة في الحلق، كل واحد بقى تعبان نفسيا لما شاف اللي حصل، عايز ياكل الواد ده بسنانه أو ياخد حق الراجل الكبير ده. اللي حصل كله حاجة زي ما انتوا شفتوها بالظبط. أنا مش عايز أجيب طبعا الفيديو ولا أي حاجة. الراجل دوت حافظ كلام ربنا، مريض قلب وفشل كلوي بيغسل الكلى، تعبان وعنده سكر وتعبان وحالته الصحية تعبانة وعنده 65 سنة. اتضرب قصاد بنته كانت هي اللي بتصور الواقعة، وصدمت لما لقت والدها بيتضرب. طبعا الحمد لله احنا عندنا هنا شرطة سريعة جدا جدا مسكت الراجل اللي ضربه هو واخوه وقبضوا عليهم. ودايما اللي احنا نحسبه شر ربنا بيقلبه لنا خير. الواقعة اللي انتوا شفتوها ديت واقعة صعبة جدا، بس كان نتائجها خير كبير جدا. اول حاجة لازم تعرفوا ان الراجل اللي ضربه ده، الراجل الكبير في السن ده ليه زوجته هي اللي مربية الولد ده، هي اللي كان يعني شاركت في تربيته. بس للأسف هو ما صانش المعروف ولا العشرة، ويوم ما حب ياخد حقه طردهم وضربهم وذلهم. حتى أخت الراجل ده اتضربت جامد وهي منقبة تعرف ربنا. يعني اللي حصل كان صعب على كل الناس، بس زي ما قلت لكم اللي نحسبه شر ربنا بيقلبه خير. فورا لما الموقع دوت نشر والحكاية اتعرفت، صدر قرار من الدولة بتمليكه شقة فورا، وكمان صرف علاج على نفقة الدولة مجانا، هيعمل غسيل الكلى كله مجانا على حساب الدولة، ودواه وأدويته هو وأسرته. دايما كده يا جماعة في قضائه رحمة. احنا ما نعرفش ليه حصل ده وليه الموضوع ده اتعمل، عشان الراجل ده بدل ما يقعد في شقة ايجار يقعد في شقة تمليك. الراجل ده ربنا نصفه وكرمه، رغم ان هو يا عيني حصل معاه الموقف ده، بس هو ما يعرفش ان الموقف ده ربنا عمله علشان يتقلب ليه خير. ربنا عايز يكرمه ويكرمه ويبسطه ويسعده، رغم انه جه على اللي حصل دوت. بس محدش عارف، مش يمكن ربنا عمل كده عشان كل ده يحصل، عشان الراجل دوت يبقى بدل ما يعيش في ايجار ويتذل يعيش في تمليك، وبدل ما يدفع فلوس ويحاول يتعالج وهو ممكن ما يكونش ظروفه بتسمح، يقوم ربنا يخلي علاجه كله مجانا. ما نعرفش الخير فين، دايما تلاقوا حاجة تحصل شر وكل الناس تحسبها شر ويقلبها ربنا سبحانه وتعالى خير، خير كبير جدا. انتوا عارفين يعني ايه واحد حافظ القرآن؟ يعني ربك مش هيسيبه، اللي عمل فيه هياخد عقابه. يعني اللي أذاه هيتأذى، هياخد عقابه. وانت ما كنتش عندك شقة ربنا رزقك بشقة، كل دوت عشان انت مع ربنا وحافظ كلام ربنا. ربنا بيقف مع عبده، اللي بيمديله ايد بيمديله ذراع، واللي بيمديله باع ربنا بيهروله بيروح له بيقول له انا معاك مش هسيبك، وحقك هرجعه وهكرمك. والخير كتير ربنا بيبعت للناس اللي مع ربنا، ربنا بيبعت لها خير كتير. الناس اتأثرت لانه شافوا فيه ان هو انسان يعني ملتحي، وانسان يعرف ربنا باين عليه من ملامحه، وراجل كبير في السن. ما ينفعش نضرب راجل كبير في السن بالقلم، دي مش ثقافتنا ولا دي اخلاقنا. فين نوقر الكبير، فين توقير الكبير يا جماعة؟ طب انت عندك مشكلة معاه عايز تطرده، بلغ البوليس وتطرده بالشقة بالقانون، القانون يجيب لك حقك. تضرب وتطرده بايدك وكل حاجة بالقوة ليه؟ اللي معاه حق هياخده، محدش اكبر من القانون. بس ان انت تستخدم ايدك، اهو انت باللي انت عملته ده، يعني لو هو رفع عليك قضية هياخد الشقة اللي انت طردته منها تمليك. ومش بعيد كمان الدولة ما تسيبش حقها، هتتسجن. وده ربنا كرمه وربنا بارك له وربنا يشفيه ويعافيه يا رب. فلوس الدنيا ما بتشفيش، بس بتستر اهل صاحبها.
اهو بناته واهله بيته هيتستروا باذن الله، وربنا يشفيه ويعافيه يا رب. يا ريت نتعلم درس ان مش كل اللي نحسبه شر هو شر، لا، ممكن ربنا يقلبه لنا خير، وخير كبير جدا، بس بشرط تكون مع ربنا، بشرط ان انت تكون بتصلي وبتصوم وعارفه، عشان ربنا يقلبه لك خير ويسعدك بيه ويسعدك بيه. تحياتي ليكم، معاكم محمد ابو فرحة، تابعوني. السلام عليكم ورحمة الله.